أكيد كلنا نعرف الأمير بدر بن عبد المحسن، لكن ما حد يعرف مننا أنه صارت له قصة حب جميلة جدا. وبرضه ما حد يعرف منكم أو مننا كلنا إحنا أنه صار له موقف في قصة الحب هذه، موقف مأساوي ما أحد يتخيل أبدا. فما راح تخسروا شيء ولا تجيبوا قهوتكم ومشروبكم عشان تحضروا القصة، لأن القصة هي سريعة أصلا. فأعطيني شوية من وقتك وتعال أكلمك قصة حب الأمير بدر بن عبد المحسن. قبل أقول لكم أحداث القصة خلوني أعرفكم عن نفسي. أنا عزوفة، راوي قصص من قصص الأغاني وقصص الشيلات وبرضو قصص القصايد. أقعد أدور ورا كل شيء، أي شيء حزين أروح أدور إيش قصة هذا الشيء. فكنت مشهور قبل سنة، طبعا مشهور ما يعرفوني الأهلي بس، لأنه 100,000 هذولي ما أعرف وين راحوا. عموما القصة هذه ما بيكم تبخلوا علي نهائيا، كومنت فاضي، نقطة، أي شيء، أي حاجة، المهم إنه أرجع الإكسبلور من جديد. وخلونا يلا نبدأ بأحداث القصة. الأمير بدر بن عبد المحسن كان له قصة حب جميلة جدا، وكان شاعر وكان يحب واحدة اسمها فهدة. إيه فهدة، وكان جدا يحبها يعني في فترة شبابه، دائما يتغزل فيها بقصايده ومرة يحبها. وانتهى الحب هذا بالزواج. خطبني أنا نفسي فرحان صادق وأقول لك بحبك كتير، وده مش كلام، أنا جاية أغير حياتي ونبدأ من الليلة. إيه هذا الشيء اللي إحنا ننتظره كلنا أصلا. ففعلا تزوج الأمير بدر بن عبد المحسن، وكان لهم أيام جميلة بعد قصة حبهم. لكن فجأة وبدون سبب صارت ما بينهم مشاكل وخلافات عائلية كانت جدا حادة. وللأسف الأمير بدر بن عبد المحسن اتخذ قرار إنه يطلقها. إيه زي ما أنت سمعت، قرر إنه يطلقها. طيب والأيام والسنوات واللحظات الحلوة والقصايد وكل شيء، طيب ليه يعني؟ طيب في 1000 حل غير الطلاق؟ لا، المشكلة اللي كانت بينهم ما كان فيه إلا الطلاق. فالأمير بدر بن عبد المحسن كان أسلوبه جدا راقي في الطلاق، يعني ما راح حتى في طلاقهم راقين. قام أخذها ووداها بيت أهلها وخلاها فترة من الزمن بيت أهلها وهي ما تعرف عن شيء أصلا. رسل لها قصيدة. طيب كيف طلاق وقصيدة؟ المفروض أن يرسل لها ورقة الطلاق، لا رسل لها قصيدة. وقال لها في بداية القصيدة أبعتذر، قال أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. أبعتذر عن أي شيء إلا الجراح، ما للجراح إلا الصبر. يا الله يا أخي والله حرام الشيء اللي قاعد يصير. عموما الأميرة بعد ما قرأت الكلام هذا وقرأت القصيدة كاملة عرفت إنه هي اتطلقت، فانحرق قلبها وما سكتت. لا أبدا ما راح تسكت، حرام يعني تتطلق بالطريقة هذه. فردت عليه بنفس على قولتهم مدري إيش، بنفس هذا. إيه المهم قالت له دام الهوى ماله على قولك عذر، والجرح يا جرحي يداوي الصبر، ليه العذر؟ يعني انت ليه تعتذر؟ خلاص دام انت تشوف انه هذا الحل المناسب بيننا، لعل الله يكتب ما فيها الخير لي ولك. وهنا انتهت القصة اللي ما كان ودي اني انهيها. أبعتذر لا تعتذر عن كل شيء إلا الهوى، إلا الهوى، من الهوى عندي عذر. دم الهوى مالح على قولك هدر، والجرح يا جرحي يداويه الصبر، ليه العذر؟ اللي ندم، اللي ندم، وكلك ندم، ولا الندم بين السطور، عمر العدم أمان منشن أخوياك عشان يشوف القصة وخليهم يحطوا إعجاب، لأنه جد الكومنت والإعجاب اللي راح تسوي لي راح يشجعني كثير ويخليني أرجع لكم من جديد. في أمان الله.